فيلم الزوجة في إجازة والحبيب في المدينة، فيلم إيطالي أنتج عام 1980 بطولة أدوج فينش، رينزو موتيجناني، باربارا بوشيه، ولينو بانفي. فيلم كوميدي رومانسي مثير وشيق، وبيحكي الفيلم عن زوجة تهوى خيانة زوجها وزوج على علاقة بامرأة أخرى. وبيبدأ فيلمنا ونحن عم بنشوف أندريا وزوجته فاليريا، ويلي بتكون عم بتجهز نفسها للسفر. وبيكون أندريا مصاحب جوليا يلي عم بتراقبه طوال الوقت. وفعلا بيقوم أندريا بتوصيل فاليريا على المطار حتى تروح بإجازتها، هو بيتجرع بالشغل حتى ما يروح معها. بس بنتفاجأ انه فاليريا ما راح تسافر بنفس النهار، وانه فكرة السفر هي مجرد حجة حتى تروح تقابل حبيبها يلي على موعد معه. وهالحبيب بيكون بيشتغل عند أندريا، ولكن هي لا تعلم وهو كمان ما بيكون بيعرف انه بتكون مرت معلمه بالشغل. وبنروح لعند أندريا يلي بيلاقي جوليا بانتظاره بالبيت، وبتدور الكثير من الأحداث الدرامية والكوميدية والرومانسية الرائعة، من ملاحقة جوليا لأندريا والمشاكل يلي بتصير بيناتهم، والمشاكل يلي بتقع فيها فاليريا، والكثير من الأحداث الرائعة حيث يجتمع الكل بنفس الفندق، وبالفندق بتصير أحداث ولا أروع من كوميديا ورومانسية، أحداث ما بتنتسى حرفيا، ما راح نتطرق لها حفاظا على متعة مشاهدة الفيلم كامل. وبالنهاية بيتجوز حبيب فاليريا جوفاني جوليا، وبنفس الوقت بيحافظ على علاقته بفاليريا، يعني باختصار بيطلع هو الكسبان. وبيضل أندريا مغمض العينين عن علاقة مرته وجوفاني، وبنفس الوقت خسر جوليا، وبيخلص فيلم لهون ودمتم سالمين.